ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي تبين لنا علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة. نرى على اللوحة علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف النون والميم واللام والراء تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي. إذا انظروا إلى المثال: ولن نشرك. انظروا كيف أن النون في كلمة ولن ليس عليها شيء، مجرد من الحركة حتى من السكون، مجرد من كل شيء، مجرد من السكون. والحرف الذي وليها وهو النون في كلمة نشرك وضع عليه شدة بالإضافة إلى الضمة. هذا علامة الإدغام الكامل. ولن نشرك. كذلك انظروا إلى المثال الثاني: من مال. النون ليس عليها شيء، والميم من كلمة مال عليها شدة. من مال الله الذي آتاكم. السطر الذي الأخير: من لدنه. انظروا كيف أن النون جردت من الحركة، من السكون بالأحرى، واللام قد وضع عليها بالإضافة إلى الفتحة شدة وحركة، فصارت من لدنه ويبشر. المثال الأخير كما نرى على اللوحة: من ربك. انظروا كيف أن النون ليس عليها سكون والراء عليها شدة. إذن هذه علامة الإدغام الكامل: تجريد النون من السكون وتشديد الحرف التالي. الآن نتكلم عن علامة الإدغام الكامل للتنوين. إن جاءت كلمة منونة وبعدها نون أو ميم أو لام أو راء، هذه الحروف الأربعة: النون والميم واللام والراء، كيف نعرف من خلال الحركات، من خلال التنوين، أن هذا الآتي هو إدغام كامل ولا إدغام ناقص؟ إدغام يعني لا يبقى كامل بحيث أن النون تحولت إلى الحرف الآتي، أم أنه ناقص؟ نرى على اللوحة علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراء تتابع الحركتين. ما هما الحركتان؟ حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هكذا انظروا بارك الله فيكم كيف أن الضمتين تأتيان متجاورتين، والفتحتان تأتيان متجاورتين، والكسرتان تأتيان متجاورتين، وليست إحداهما فوق الأخرى تماما. هذا معنى تتابع الحركتين. تذكرون بإذن الله أننا لما تكلمنا عن الإظهار قلنا بأن الحركتين تأتيان متراكبتين، يعني فوق بعضهما تماما، ما في واحدة زاحلة عن أختها. بينما هنا نرى أن الضمة زاحلة عن أختها، الفتحة زاحلة، الفتحة الثانية يعني زاحلة عن أختها، الكسرة الثانية زاحلة عن أختها. هذا يسميه العلماء تتابع الحركتين. هذا التتابع مع إيه؟ مع تشديد الحرف التالي علامة الإدغام في حروف النون والميم واللام والراء. انظروا إلى الأمثلة، دائما الأمثلة توضح القاعدة. شيء نكر. انظروا إلى الهمزة من شيء، كيف أن الحركتين قد تتابعتا فيها، وأن النون من نكر قد شددت. إذن حركتان متتابعتان بعدهما حرف مشدد، هذا علامة الإدغام الكامل. شيء نكر. انظر المثال الثاني أيضا: خير من. تتابعت الضمتان على الراء، الضمة الأولى علامة أن الراء مضمومة، والضمة الثانية علامة التنوين، والميم بعدها في كلمة من جاءت مشددة، فهذا علامة الإدغام الكامل. ويكون النطق هكذا: خير من. السطر الأخير في اللوحة: خيرا لكم. خيرا لكم. انظروا إلى الراء من كلمة خيرا، وكيف أن الفتحتان وكيف أن الفتحتين قد جاءتا متتابعتين. الفتحة الأولى علامة فتح الراء، والفتحة الثانية علامة التنوين، تلتها وجاءت زاحلة عنها قليلا، ثم جاءت اللام في كلمة لكم مشددة، فصارت خيرا لكم. خيرا لكم. هذا دليل على أن النون قد أدغمت إدغاما كاملا في اللام التي بعدها.
نفس الكلام يكون عن المثال الأخير في اللوحة: غفور رحيم. انظروا إلى التنوين فوق غفور. الضمة الأولى من التنوين تدل على أن الراء مضمومة. الضمة الثانية تدل على أن الراء منونة. الراء في كلمة الرحيم مشددة، معناها أن الإدغام كامل ولم يبق من التنوين، يعني من النون الساكنة شيء. يكون النطق هكذا: غفور رحيم، غفور رحيم. هذه علامة الإدغام الكامل بالنسبة للتنوين. ما هما أمران: تتابع الحركتين، تشديد الحرف التالي. لذلك لونت لكما هاتين الجملتين حتى أبرزهما: تتابع الحركتين، تشديد الحرف التالي. هذا ما يميز الإدغام في حروف النون والميم واللام والراء. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي علامة الإدغام الناقص. الناقص معناها في جزء من النون لم يدغم، بقي ظاهرا، وهو الغنة يعني. علامة الإدغام الناقص للنون الساكنة في حرفي الواو والياء هو تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن لا يضعون شدة. هذا الفرق بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص. لا يضعون شدة على الحرف الذي بعد النون. لماذا؟ لأن النون هناك جزء منها ما زال باقيا وهو الغنة. فنرى في المثالين اللذين أمامنا من ولي، النون ليس عليها حركة، ليس عليها سكون، والواو من كلمة ولي ليس عليها شدة. إذن هذا دليل على أن الإدغام هنا ناقصا. لو وضعنا شدة، أقول لو، لكان النطق هكذا: مولي، مو، يصير النطق بواو مشددة، لكننا لم نضع شدة. كذلك الأمر بالنسبة للمثال الأخير الذي نراه أمامنا: فمن يعمل، النون مجردة من السكون والياء عليها فتحة من غير شدة. هذا دليل على بقاء الغنة من النون، يعني أن الإدغام ناقص. يكون النطق هكذا: فمن يعمل. لو شددنا الياء وأقول لو، لكان النطق فمن يعمل من غير غنة، ولصار الإدغام إدغاما كاملا. لكن العلماء لم يفعلوا ذلك، لأن إدغام النون في الياء إدغام ناقص لحفص ولورش ولقالون، لأغلب القراء إلا قليلا منهم. ليس هذا محل بيان ذلك الأمر. ننتقل إلى اللوحة الأخيرة التي تبين لنا علامة الإدغام الناقص، ولكن للتنوين هذه المرة، ليس للنون الساكنة بل للتنوين. نرى على اللوحة علامة الإدغام الناقص للتنوين في حرفي الواو والياء. ما هو؟ تتابع الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين، هكذا كما شرحت منذ قليل، ولكن مع عدم تشديد الحرف التالي. مع عدم تشديد الحرف التالي. انظروا إلى الأمثلة: لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة إذن التنوين في سنة متتابع، ولا الواو عليها حركة وليس عليها شدة. هذا دليل على أن النون يعني التنوين بقي جزء منه لم يدغم، وهو الغنة. سنة ولا، لو وضعنا فوق الواو شدة لصار النطق سنة ولا نوم، سنة ولكننا لم نضع شدة لأنه إدغام ناقص، هو إدغام بغنة. المثال الثاني: شيء وكيل. انظروا إلى الهمزة في كلمة شيء، وكيف أن الحركتين تحتها متتابعتين، والواو من كلمة وكيل ليس عليها شدة. هذا دليل على أن الغنة من التنوين قبلها ما زالت مظهرة لم تدغم، إذن هو إدغام ناقص. شيء وكيل. السطر الأخير: وجوه يومئذ، تنوين بعده ياء،
لاحظوا بأن الياء ليس فوقها شدة. خيرا يره، خيرا الراء فوقها تنوين متتابع، والياء من كلمة يره فوقها حركة يعني فتحة من غير شدة، هذا دليل على أن الإدغام ناقص. خيرا يره. إذن هذه هي علامة النون الساكنة وعلامة التنوين في الإدغام الكامل والإدغام الناقص.